السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو لسه بتشوفي قناتي أنا مطبخ نوفي، أتمنى منك لو الفيديو بتاعي عجبك تدعميني بلايك واشتراك في القناة فضلا وليس أمرا. النهاردة هنعمل ايه؟ هنعمل السمبوسك الهندي بطريقة سهلة جدا وبسيطة، عشان لو انت محتارة في وجبة الغداء فاحنا نعملها مع بعض باللحمة المفرومة اللي انا قلت لكم هشيلها من المكرونة البشاميل، وعملت بها السمبوسك ونفعت غدا. فاحنا هنخش على الفيديو نشوف الطريقة والمقادير. معايا هنا اي كميه دقيق، نص كيلو عليها رشه بيكنج باودر، وهنحط لها الميه دي مش بعيار، الميه حسب العجينه ما تاخد منك، حط لها ريحه ملح وريحه سكر والميه ومعلقتين زيت، وبنعجنها عجين عادي، بس تكون ايه، خليها ما تبقاش سايحه قوي، خليها معاكي ناشفه شويه، بحيث ان هي اولا هتقرمش ومش هتتعبك في الفرد، وتكوني جايبه الدقيق الجلوتين فيه عالي شويه، اللي هو الدقيق اسمه دقيق قوي. هنقلبها كده ونحط لها معلقتين الزيت، ونحط الميه، هي مش تاخد الميه كلها، هي تاخد كوبايه وشويه من الكوبايه التانية، وخلاص على كده. اي نوع دقيق بقى بيختلف عن النوع التاني. زي ما احنا شايفين اهو انا عملتها، حطيت لها الزيت وحطيت لها الملح والسكر ورشه البيكنج باودر وقلبتهم، وهنزل بالميه واعجنها. طبعا مش هجيب لكم مرحله العجن عشان احنا يعني عجنا كتير مع بعض في القناه، فهنقلبها وانا هعجنها هوريها لكم عجون. طبعا مفيش فيها خميرة، هي احنا بس بنسيبها ترتاح، كل اللي احنا هنعمله ان احنا نسيبها ترتاح بس، مش اكتر من كده. عشان بتبقى الجلوتين لسه نشط فيها، فبتيجي تفرديها هتلم منك وتقطع، انما لما ترتاح هتلاقيها بتفرد معاكي بسهولة على الطبلية. كده عجنتها اهو، هسيبها بقى ترتاح. شوفوا اخدتش الا كمية المية ازاي، كوباية وشوية من الكوباية التانية بس. اغطيها بقى ونرجع مع بعض واحنا بنقطع. انا قطعتها كده 3 كور، هفردها واقطعها مربعات او مستطيلات او شكل السمبوسك الهندي، وبعدين نحشيها. انا هفردها معاكم هنا قدامكم كده على الكاميرا، وهكمل انا عشان ايه الفرد اعرف افرد كويس. كده زي ما احنا شايفين اهو، ولازم معاكي دقيق عشان ما تلزقش منك، عشان كده بقول لكم ما تخلوهاش سايبه معاكم في العجن، لا خلوها متماسكه وجامده. طبعا انا هفردها لغايه ما تتوسع خالص واوريها لكم عشان نقطعها مع بعض. انا كده وسعتها ومعايا قطعة البيتزا، هبدأ بقى اقطعها معاكم. شايفين السمك اللي انا وريته لكم ده؟ هو ده السمك المظبوط، بحيث ان هي ما تكونش معجنه وانت بتحمريها او يكون فيها حاجه، فانا هقطعها مربعات عشان اعرف احشيها. شايفين؟ زي ما احنا شايفين كده انا قطعتها مربعات اهو. انا اوريكم احنا بنعمل بيها فيها ايه. هكمل انا بقى الكميه بتاعه العجين اللي هما الكورتين اللي لسه فاضلين، عشان نبدأ نحشي فيها مع بعض. هو ده السمك اللي انا عايزاه والشكل النهائي. معايا بقى مقادير الحشوة بتاعتي اللي هحشي بيها. معايا هنا فلفل الوان ولحمة مفرومة باقية من المكرونة، وشبت على كزبرة وجبنة مبشورة موتزاريلا رومي، اي حاجة عندك، شيدر. هنقلب كل ده على بعضه، الفلفل على الكزبرة واتشبت على اللحمة المفرومة، طبعا اللحمة متعصجة، على وممكن بعملها بسجق ساعات بتبقى حلوة قوي. والجبنة عادي بقى بنحطها في بعدين، احنا نقلب اللحمة على الكزبرة على الفلفل، والجبنة بنسيبها عادي، ونبدأ نحشي سمبوسات كده ونحمرها زي ما احنا شايفين كده اهو. كله اتقلب مع بعض اهو، شكل الالوان حلو قوي. متنسوناش يا جماعة في الاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس وتضغطوا على الكل عشان يوصلكم مني كل يوم فيديو انزله فضلا وليس امرا. الحمد لله. هنبدأ بقى نحشي مع بعض. هناخد اول مستطيل او اول مربع معايا واحط فيه الحشوة، افرديها بايدك كده عادي خالص. هنحط فيها كده ونحط عليها الجبنة الرومي، الجبنة الموتزاريلا او الرومي عادي، ونبدأ نقفل مع بعض كده شكل السمبوسة بالظبط كده.
وبنضغطها بشوكة عشان نضمن ان هي ما تتفتحش معانا في الزيت، عشان لا تعكر الزيت ولا تتحرق ولا يبقى لونها مش حلو. زي ما احنا شايفين كده. هنجيب شوكة بقى عشان نضغطها كده. ضغطناها كده بالشكل ده اهو، شايفين شكلها حلو ازاي؟ بس لا اكتر ولا اقل. نعمل واحدة كمان مع بعض عشان اكمل الكمية لوحدي واوريها لكم بعد ما نقليها يبقى شكلها عامل ازاي كده. كل ما العجينة دي كانت رقيقة كل ما كانت احلى وبتقرمش. لما انت مكترة العجينة او متخناها تحسي ان انت بتاكلي عجين، انما دي بتبقى رقيقة وحلوة. انتوا شايفين طبعا السمبوسة الجاهزة بتبقى عاملة ازاي. بس بصراحة اللي يجرب دي احسن من الجاهزة مليون مرة، ولا بتشرب زيت ولا اي حاجة ولا بتموع النفس ولا اي حاجة. بتبقى خفيفة جدا جدا، وجبة غدا ممتازة. اعملي بقى جنبها بطاطس محمرة، جنبها اي حاجة، بس بصراحة احنا بنكتفي بها كده كده. بنعملها بالشوكة تاني عشان نجهز كده. شايفين شكلها اهو كده. كده زي ما احنا شايفين. انا كده حمرتها. اختصرت لكم المقطع عشان ما اطولش عليكم. انتوا شايفين شكلها عامل ازاي اهو. متنسوش بقى في اللايك والاشتراك في القناه فضلا وليس امرا. الى اللقاء في وصفه جديده من مطبخي. مع الف سلامه ودمتم في رعايه الله.